الارقام تخض شويه. ماشي. يعني عمرو دياب ايوه ماله. 650 الف دولار. عمرو دياب 650 ألف 650 الف دولار. 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 650 ألف الف دولار دولار في الحفلة. في الحفله. أنا بقعد 30 يوم يعني شكرا. ده داخل مصر ولا ده بره بره. مصر؟ كانت حفلته في دبي السنة دي. واخد 650 ألف دولار. 650 الف. المذيع مش مصدق وأنا كمان مش مصدق. أنا مش مصدق، حد يفهمني. ما شاء الله. طبعا هو التوب، هو اعلى واحد. بعد منه بتيجي شيرين 500. شيرين وجع قلب شيرين دي بتاخد 500 ألف بس. 500 ألف دولار. شكرا. ماشي. 500 ألف دولار. 500 الف دولار. الله. بعد منه بيجي تامر حسني 400. تامر حسني. تامر ده بيشقى كتير في عمر وسلمى. فعلا يعني يستاهل ال 400 ألف دولار. يعملوا كام بالمصري دول؟ ايه ده، شيرين اعلى من تامر حسني؟ شيرين اعلى من تامر. غريبة دي. علشان شيرين ترند طول الوقت بسبب مشاكلها الشخصيه. ايوه شيرين ترند طول الوقت. ما هي فاضية وراها ايه غير اتطلقت، رجعت لحسام حبيب، سابت حسام حبيب، الفستان اتقطع، كحت، نفت، شخت. ما فاضية، لازم تبقى ترند. امال انا اللي هبقى ترند. فده بيعلي اجرها. تامر 400. حماقي اقل من تامر. حماقي اقل من تامر ليه؟ الراجل حتى بيتعب، بيطلع يمسك الميكروفون ويقعد يهاتي طول الليل. ليه حماقي اقل من تامر ليه؟ انا عايز افهم حاجة يعني ملهاش اي حاجة. يعني ايه؟ قولوا لي سبب. حماقي اقل من تامر كمان؟ برنج ال 50 مثلا او حاجه. يعني تامر بياخد 400 ألف دولار. وحماقي المسكين يعني برضك، يعني الراجل بيتعب يا جماعة، قدروه. يعني ما ينفعش كده، قدروه لأنه بيتعب. ازاي ياخد 350 ألف دولار؟ ازاي ياخدهم بس في الحفلة؟ ازاي ياخد 350 ألف دولار؟ افهموني، اسمعوني. بس ده لان حماقي ما بيتكلمش كتير في موضوع الفلوس. ده لان حماقي ما بيتكلمش في موضوع الفلوس. امال لو اتكلم هياخد كام؟ يعني 350 ألف دولار، واحد ياخد 650 ألف دولار، وشوقية المهلبية بتاخد 500، وتامر عمر وسلمى 400، اسمه حماقي بياخد 350 دولار. يا جماعة 1000 دولار، يعني حطوا جنب الرقم ده 1000 دولار. يعني مش بال1000 دولار، يعني احسبوها انتوا مع نفسكم. سلام.